ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بكم في قناتكم اختيارات ماما زكيه. اهلا وسهلا بكل اخواتي اللي انضموا للقناه وشرفونا ونورونا. طبعا انا كنت قلت لكم بقالي شهر ولا اكتر هجيب زيتون زي السنه اللي فاتت من المزرعه وكده. والله بقالي فتره كل ما اكلم الراجل بتاع المزرعه الاولاني اللي هو مزرعه شانا ده، والله بقول لكم بصراحه جه تاجر شال كل ما شاء الله الحاجة اللي في المزرعة. فالراجل قال لي جه حد خد المزرعة يعني كلها وهيعصروها. كلمت واحد تاني اللي جبت منه السنة اللي فاتت، كل ما اكلمه يقول لي بكرة بعده. طيب في الاخر تعالي يا مدام فيه بكام؟ بيقول لي ب75. قلت له ب75 ازاي حضرتك؟ اغلى من السوق، ما في السوق ب70 التفاحي. المهم حسيت كده باشتغالة، وحسيت انه في يعني عارفين استغلال بقى، عشان احنا السنة اللي فاتت ما شاء الله اخواتي اللي على الفيس هجموا كده عليه. فعارفة عارفين بيستغلوا، واخدين بالكم. المهم انا اللي قاعدة هناك جنب العربية على الرصيف دي، بنتي كانت بتجيب حاجات وجايالي. فقررت بقى يا جماعة، قلت بقى خلاص ما بدهاش، يا اما اروح سوق العبور يا اما اروح اي سوق جنبي. رحت سوق اسواق الخير اللي عندنا في مدينة الشروق، ماشي. وقلت هشوف الاسعار ايه والدنيا ايه ولو كده يبقى الواحد يجيب بقى من اي سوق قريب منه خلاص، يعني بدل ما يقول لي نفس سعر غالي زي السوق وندب مشوار، والمواصلات برضو بتكلف، ده انا بروح له باندرايفر وبرجع باندرايفر. المهم فايه، رحت بقى السوق، تمام. وبرضو يعني انصحكم تجيبوا من المكان اللي جنبكم، يعني ما تجيبوش من اماكن بعيدة، لان واضح ان كله رابط على 70 جنيه، من اولها لاخرها كله رابط على 70 جنيه. الا بقى لو كان حد يعرف حد زارع جنبيه مزرعة جنبيه بتاع كده. المهم دخلت السوق، ماشي، وابتديت بقى اسأل على الاسعار. لقيت 4 في السوق بيبيعوا الحمد لله. ابتدى يكتر في الاسواق، يعني ده انا كمان لو نزلت سوق عين شمس هلاقي قد كده. والاسواق بقى الكبيرة اللي هي الشعبية زي ايجيكو اللي في النهضة والحاجات دي والمطرية. المهم اول واحد ده قال لي ب80 وعايش في الدور وما عندوش غير نوعين وكده. بعد كده رحت بقى ورا تاني، لقيت بقى واحد عنده كذا نوع، يعني عنده هو ده، لقيت عنده كذا نوع زي ما انتوا شايفين كده. عنده تفاحي وعنده عزيزي وعنده اللي القلمات اللي ورا ده. فبصراحة عجبني، حتى هو يعني لما قال لي بيجيبه منين فهمت انه بيفهم يعني. قعد يقول لي انا بصحى الفجر والله وبروح اجيبه ومش عارفه ايه. فقلت بس ده كويس ده. قعدت كمان افاصل معاه، قمت واخداه منه ب75 جنيه. وكان ممكن كان ممكن يعني لو هاخد كمية اكبر اخد ب70، بس عشان ده مقاس واحد وكده، تمام. والتاني النوع التاني بيبيعوا ب60 ولقيت ب60 ولقيت بس هو 70 و60 و75، يعني ابو 80 ده نزلناه ل75، بس كان حلو قوي. حتى هتشوفوا دلوقتي بنقي من الشوال يعني، وخلاني نقيت بالوحده فحلو. وفرت الاندرايفر اللي كنت هدفعه رايح جاي، وانا جاي رايحه المزرعه. خصوصا ان السنه دي ما جبتش يعني كميه كبيره زي كل سنه وكده. انا كنت بجيب بال15 كيلو بال20 كيلو. انا بحب الزيتون قوي، واحب يبقى عندي كام بطرمان كده زياده للحبايب يعني، بس خلاص ما بقاش في حبايب. يلا كنت والله انا مره عملت في سنه من السنين، بس كنا جنب مزرعه يعني ناحيه والدتي الله يرحمها. كنت بجيب منه بال50 كيلو، انتوا متخيلين؟ كنت ادي لماما، كنت ادي للجيران، جيران امي يعني اصحابها، وكنت والله العظيم ادي لمراتات اخواتي كلهم اللي ما بيتمرش فيهم حاجه، وحياه ربنا انا بقول لكم من قلبي يعني. فالحمد لله. فكنت بحب الزيتون يبقى عندي يعني.
فخلاص ما بقاش في حد الواحد يديله، حتى يعني ما فيش علاقة كبيرة ما بيني وبين الجيران عندي، والدنيا زي ما انتوا شايفين كل واحد بقى قافل على حاله يعني. لكن انا كنت احب يبقى عندي بطرمانات صغننه كده اهدي بيها حبايبي والله. بص حتى لما بيعبي بايده بيوريني، يعني بيوريني عاجبك ولا يعني كويس ولا لا. فما شاء الله عليه ولد كويس قوي. لو عايزين رقمه، لو حد قريب في الشروق وعايز يروح له او عايز يجيب له زيتون يقول لي وانا اسيب لكم رقمه. والله كويس قوي الولد ده. وجبت ليمون من عنده برضو، الليمون قال لي 25، جبته ب22. وجبت فلفل رومي احمر ب10 جنيه، وجبت جزر ب10 جنيه، جبت فلفل حامي ب15 جنيه. بنشوف الميزان يعني، وميزانه حلو قوي ما شاء الله يعني. فجبت بقى الزيتون اخيرا. ده انا كنت خايفه قوي لا يضيع عليا موسم الزيتون قوي، لان انا خلاص يعني هو ما شاء الله الباقي بقى بياخدوه يعصروه. خلي بالكم يعني هو الزيتون ما بيقعدش كتير برضو، يعني ده شهر وتلاقوا بقى خلاص بياخدوا الزيتون يعصروه. فاللي يلحق بقى بيحب الزيتون وبيحب يخلله يلحق بقى، لانه ما بيقعدش عشان بيأكسد وبيبوظ بسرعة. يعني ما ينفعش يقطفوه ويفضل قاعد كتير، ما بيقتد كده وينشف وبيبقى مش حلو، فلازم يتخلل بسرعة يا يتعصر. واخدين بالكم؟ ده الليمون حاولت اجيبه اصفر على قد ما اقدر. حاولي تجيبي الليمون يكون اصفر وطري، لانك انت هتعصريه فما يوجعش ايديكي. فده الليمون كان موجود معظمه اخضر، بس كنا بنحاول انا والولد ننقي الليمون يكون اصفر وطري. الجزر لقيته بايت، مش مشكلة، ما هو يتقشر ويتفرم. فجبت الجزر جبت 2 كيلو، جبت 2 كيلو. والفلفل جبت كيلو فلفل. تمام. السوق حلو قوي قوي السوق بتاعنا بعد ما دخلوا تحت التندة. انا فرحانة قوي يعني، الواحد ربنا جعله سبب في موضوع يعملوا لهم التندة دي. الحمد لله. انتوا عارفين كده، الناس اللي متابعيني بقى عارفين انا فضلت مع اخواتي في السوق لحد ما ربنا كرمهم وعملوا لهم تندة وقسمها لهم كده، ودخلوا وقفوا بشكل منتظم وبقى شكلهم حلو قوي، وبقوا فرشين براحتهم كده، واترحموا من الشمس والحر وكده. الحمد لله. فربنا الحمد لله كان جعلنا سبب. الحمد لله. بصوا نقيت من الفلفل ده ب10 جنيه. وانا عندي بطرمانات كنت جايباها من باب الشعرية، عشان لو حد يعني من اخواتي ما عندوش بطرمانات، احسن مكان تجيبي منه بطرمانات رخيصة وحلوة قوي كنت جايباها من واحد في باب الشعرية، مصنع بطرمانات ازاز. دي معلومة بقى كده على الماشي. المصنع ده انا منزله بيه فيديو، بس هدور لكم عليه. المصنع ده في اخر شارع امير الجيوش، مفيش غيره مصنع الازاز. انت بس قولي مصنع البطرمانات هيشاورولك عليه. بيعمل بطرمانات للتخليل وبطرمانات للعلافين والحاجات دي في منتهى الجمال. جبت منه يا بنات السنة اللي فاتت بطرمانات ما شاء الله تبارك الله، جميلة جميلة. هتشوفوها وانا بخلل الزيتون، ومقاسها حلو وسعرها طبعا احلى. كنت جايبة البطرمان اللي بيتباع ب 300 جنيه وب 400 جنيه، كنت جايباه ب 80 جنيه منه. وهتشوفوها ابقى اوريهولكم وانا بخلل الزيتون ان شاء الله. ما شاء الله. بصوا ده محمد اللي هو بيجي من الشرقية، جايب جبنة وفطير وحاجات حلوة قوي وبيض. الولد ده كويس برضو قوي ومعاملته كويسة، والجبنة بتاعته جميلة
وبيجيب حاجات حلوة قوي. بس انا كنت رايحة بصراحة مركزة على على الزيتون بس، يعني مش عايزة اصرف في اي حاجة تانية عشان نعمل نلحق الموسم بتاع الزيتون وكده. طبعا بشكر كل اخواتي اللي كتبوا لي تعليقات حلوة زيهم، وامبارح الفيديو يعني عجبكم كده، ربنا يخليكم يا رب ويسعدكم ويحفظكم. شجعوني واكتبوا لي تعليقات حلوة، وعرفوني برضو ايه الحاجات الحلوة اللي انتوا عايزين تتفرجوا عليها، وربنا ييسر يا رب، واعمل لكم فيديوهات تكون كلها فايدة ليكم بأمر الله. جبت كرفس، جبت حزمتين بقى كرفس، ولقيت البتنجان حلو قوي ب10 جنيه، فجبت بتنجان عامل محشي بقى. وبدي تقول لي تعملي المحشي واحنا هنخلل، قلت لها وانت مالك، هو انت اللي هتعملي؟ انتوا لا منكم ولا كفايه شركم. والطماطم رخيصه، الطماطم رخيصه اليومين دول، اللي ما تعملش صلصه طماطم بجد. وانا بقى روحت البيت وبوريكم بقى الزيتون اللي انا جبته. فانا جبت 6 كيلو يا جماعه زيتون، والولد اللي انا جبت منه ولد محترم وكويس، لو عايزين اسيب لكم رقمه اسيب لكم رقمه، عنده توصيل في الشروق ومدينتي والمستقبل. تمام. هنا بقى جبت 6 كيلو زيتون، عليهم 3 كيلو ليمون. دايما هاتي ال6 يعني، او مثلا 10 كيلو زيتون عليهم 5 كيلو ليمون، يعني هاتي الكميه وهاتي نصها ليمون، انتوا واخدين بالكم. وفلفل احمر، فلفل حامي، هاتي الكرفس، لو ما عندكيش عصفر هاتي العصفر، حبه البركه، بس انا ما حطيتش عليه حبه بركه. هاتي ملح خشن احلى حاجه. هاتي اللهم صل عليك يا نبي بطرمانات ازاز، تبقي محضره نفسك كده ومظبطه امورك، يطلع معاكي احلى زيتون في الدنيا يعني. هنا وانا قاعده بعد ما جيت من السوق، قاعده على الارض، والله العظيم بقت نسخه تبكي الاصل من والدتي الله يرحمها. افتكرت امي اما صورت نفسي، قلت نفس قعدتها لما كانت ترجع من السوق وتفضي الحاجه على الارض. احنا كلنا لما بنكبر بنتحول بالتدريج كده لامهاتنا. كل الحاجات اللي كنت بتريق فيها على امي، ولا ايه اللي انت عاملاه حواليكي ده، واقعد اتريق، بقت نسخه طبق الاصل منها. كل الحاجات دي بعملها، حتى طريقتها في الكلام، طريقتي اتغيرت بقت زيها، سبحان الله. عشان بس بقول لاولادي لما بيجوا يتريقوا عليا في حاجه، بقول لهم بكره هتعملوا نفس اللي انا بعمله ده، لان انا كنت كده مع والدتي الله يرحمها. دنيا والله العظيم. اعملوا كل الحاجات الحلوه دي، بتملى بيتكم بركه ورزق، واعملي حتى لو كميه صغيره. كل موسم وانتم طيبين. اكتبوا لي تعليق حلو زي قلوبكم الجميله، وشيروا الفيديوهات يا جماعه، واللي ما اشتركش يشترك. بحبكم جدا في الله يا اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.